انت بقى السكر بتاع النوع الاول؟ أيوة، بس قبل أي حاجة أنا مش نتيجة أكل حلويات يعني مش بسبب شوكولاته ولا سكر زياده؟ ولا ليا أي علاقة بالأكل. أنا مرض مناعي ذاتي، يعني ايه مناعي ذاتي؟ يعني المناعة غلطت في العنوان وهاجمت خلايا البنكرياس اللي بتصنع الأنسولين. والانسولين ده مهم ليه؟ ده المفتاح شخصيا اللي يدخل السكر من الدم جوه الخلايا عشان يتحول لطاقة. طب لما الانسولين يختفي ايه اللي يحصل؟ السكر يفضل في الدم فيعلى والجسم جعان طاقة رغم إن السكر عالي. وده يعمل ايه؟ عطش شديد، تبول كتير، جوع مستمر، وتعب ونقصان في الوزن مفاجئ. يعني الطفل ياكل ويخس؟ بالظبط، وده جرس إنذار مهم. طب النوع الاول ده بيجي لمين اصلا؟ غالبا أطفال أو شباب، بس ممكن يظهر في أي سن، مش مقتصر على الستات زي باقي الأمراض. طب هو ينفع يتعالج؟ مفيش شفاء نهائي، بس في حياة طبيعية جدا لو اتنظم صح. ازاي يعني؟ انسولين طول العمر، متابعة سكر، تنظيم أكل وحركة. يعني الانسولين مش اختيار؟ لازم، من غيره الجسم ما يعرفش يعيش. طب لو اتساب ايه اللي يحصل؟ يحصل حموضة كيتونية وتعب شديد ودخول المستشفى. عشان كده الاكتشاف بدري مهم جدا طب هو ينفع الطفل يعيش طبيعي؟ جدا، ده يلعب ويتعلم وينجح ويتجوز كمان. السكر النوع الأول مش نهاية الحياة، لكن النهاية بجد لو انتوا ما عملتوش فولو للدكتور. كده معلوماتكم مش هتزيد. شاطر يا بنكرياس. وزي ما سمعتوا السكر من النوع الاول مش عدوى ومش ذنب ومش بسبب الاكل، فلو طفلك بيعطش كتير وبيخش الحمام كتير وبيخس فجأة لازم يحلل فورا. شيروا الفيديو بقى، يمكن توصلوا معلومة تنقذ طفل وتطمن أهله. وما تنسوش تكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفترة الجاية.